وقعت حادثة سير خطيرة اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بين جماعة الوطية وجماعة الشبيكة بإقليم طنطان، حيث أدى اصطدام عنيف بين شاحنة من نوع عرموك وسيارتين إلى وقوع قتلى وجرحى. ووفق مصادر محلية فصاحب الشاحنة فقد السيطرة على المقود، وانقلبت به فوق سيارة عائلية كان على متنها 5 أفراد من أسرة واحدة، هم الأب الذي يعمل مفتشا تربويا والأم و3 من أطفالهم، حيث لقوا مصرعهم جميعا على الفور بعين المكان. وفتحت مصالح الدرك التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة. وعم حزن كبير بين أسرة التعليم بالمغرب، حيث تناقلت صفحات تعليمية الخبر مرفوقا بصورة خاصة بالراحل. وعبر رجال ونساء التعليم عن تأثرهم وحزنهم البالغ برحيل أحد خيرة الأطر التفتيشية في هذه الحادثة المفجعة.